السلام عليكم. حابب اتكلم معاكم في حاجه مهمه قوي. الفيديو unfiltered، non scripted، فيعني ايه طالع من القلب عامه. وحرفيا هتقولي انت حد لسه بادئ وبتاع، مش مهم، المهم الجوهر نفسه والفكره نفسها. اسمع للاخر وما تحكمش. طيب، انت دلوقتي ضايع. حرفيا انا ضايع. انا حياتي زهقت منها، عايز انهيها باي طريقه. حتى لو انا خايف انهيها او مش عايز انهيها، حاسس ان انا فعلا خلاص ما فيش فرصة ان انا مثلا انجح او ارضى حتى. مش اساسي علشان بس تحسن حياتك ان انت تنجح، ما انت ممكن ترضى عادي. طب ازاي توصل لده؟ هي حرفيا حاجتين فعلا فعلا لو خدتهم بجد هيحسنوا حياتك بنسبة كبيرة قوي. اول حاجة هي ان انت تعمل روتين. طيب الكلام باين ان هو سطحي جدا، بس فكر فيها. انت لو جيت تعمل فعلا روتين لحياتك، روتين ازاي؟ مثلا انا هقرر في شهر رمضان ده ما اقطعش الصلاة نهائي. هتشوف ان هي في ناس هتشوف اللي هو حاجة طبيعية، انت مسلم لازم تصلي. هقولك في ناس بتعافر، في ناس فعلا ما تعرفش تصلي. فانت خدها تحدي حرفيا، يعني كأنك داخل ايه، داخل بطولة مثلا. انت بعد البطولة بتفضل بعدها بفترة متأثر مثلا بالرياضة اللي انت دخلتها. برضو في نفس الحوار مع الصلاة، في الروتين بتاع المذاكرة، حتى لو كل يوم هتذاكر، لو انت متذاكرش خالص تبدأ 10 دقايق. الصلوات تبدأ تصلي بالظبط على القد، وكل يوم تقرأ صفحة قرآن. ممكن تستبدل الأغاني بقرآن، والحوار هيجي بالتدريج، بلاش كله مرة واحدة. أنا مش بحرض حد على حاجة، بس بقولك إن انت تبدأ بالتدريج علشان بدل ما انت تقطع مرة واحدة. أهم حاجة تبدأ ايه، تتعود بقى. ليه؟ علشان هيبقى بالنسبة لك روتين بعد كده، يعني حاجة اعتيادية. ده انا خلاص بقيت كل يوم بصلي، بقى روتين، انا في الشارع مش هكسل قدام المسجد هروح. ده يعني ده كمقياس يعني. انما انت بقى تقيس المقياس ده على كل حاجة في حياتك، كمذاكرة، كشغل. زي ما قلت ابدأ بحاجة بسيطة، وبعد كده 1% كل يوم هيبقى 100% يوما ما. فهتتطور أسرع، بدل ما يبقى 50% النهاردة و50% بكرة. هتتعب بعد كده وهتبقى مرهق فعلا ومستنزف. وتاني حاجة انت لازم تعملها هي ان انت تغير طريقة تفكيرك. طيب، انت لما تغير طريقة تفكيرك من ان انت ضحية، انت هتشوف الموضوع ان هو عادي. فيها ايه لما الحياة تخبط فيها شوية؟ فيها ايه لما اجرب انا حاجات جديدة؟ حط نفسك على طول دايما في المخاطرة. اللي هو مثلا انا هقدم ازاي بالبرزنتيشن ده، انا بخاف من الناس. لا بالعكس، انت جرب. انت ممكن تطلع موهوب اصلا وانت ما تعرفش. يعني جملة مهمة قوي، ان اللي هو ايه، مش هتعرف اذا كنت بتعرف او لا الا لما تجرب بجد. فاهم حاجة؟ جرب وارمي نفسك، هتلاقي نفسك موهوب. ممكن ما تلاقيش نفسك موهوب في الحاجة دي، تلاقي نفسك موهوب في حاجة تانية. والحاجة التانية دي انت اكتشفتها ازاي؟ بان انت رميت نفسك برضو في الريسك. فجرب تطبق اللي انا قلته النهاردة، واتمنى يكون الكلام اقنعكم الى حد ما. ف بس اتمنى لكم حياة افضل. ولو احتجتوني في اي حاجة، الكومنتات مفتوحة، اكونت الانستا موجود، الدي ام. وبس.